واتجوزت شهر واحد، وجوزي سابني وسافر بقاله 7 شهور. بقاله 7 شهور؟ ايوه. وطلعتي حامل؟ لا. الحمد لله. لا، احنا متفقين ان انا كان هيعمل لي ورقي وهسافر له على طول. كام بقى؟ ماشي، عمل لي الورق وجهزته وخلاص. وقلت له 15 يوم وحب عندك. حبيبتي بقاله 3 شهور من يوم ما كلمته ما بيكلمنيش، اتصل بيه ما يردش. ليه كده؟ ابعت له مسجات ما يردش. يا حبيبتي، وما حد وصاها عليكي؟ انت دخلت بيت عيله؟ لا، ما دخلتيش. حد من عيلته قساها عليكي؟ هو والده ووالدته عايشين معاه بره. عايشين معاه بره؟ العربيه. لا يعني قصدي عايشين معاه بره. ونزلوا معاه لما جم يتجوزوكي؟ هي والدته نزلت. ومامته زرغتت ولا ما بتعرفش زرغه؟ كانت مبسوطه جدا وكويسين. مبسوطه بس ما زرغتتش، مش مهم. مش مهم، المهم كانوا موافقين ومبسوطين. موافقين وكل حاجه. وانت ساكنه في القاهره؟ في الشرقيه. يعني الشرقيه ما هي برضه فيها ارياف وفيها مدن. لا، مدن. انت مدينه زي فاجوس. ايوه. لا يعني وهم من بلدكم حبيبتي؟ هم شراجوه؟ ايوه زينا وكويسين احنا الاثنين. لا يعني هم شراجوه عارفينكم يعني وانتوا عارفينهم قبل الجوازه؟ لا، اتعرفنا وده حبيبتي حاضر ودخلتوا الشهر اليتيم في الجوازه في بيت مين؟ فين؟ ولا فندق؟ في شقته. لا، شقته فين؟ برضه في المحافظه معايا. في المحافظه معاك وانت قعدت فيها؟ ايوه. بيبعت لك مصروفك كل شهر؟ لا، ما بيبعتليش. قطع خالص. شاف منك ايه يا بنتي في الشهر ده؟ والله كل خير، بشهادته كان بيقعد يبوس ايدي ورجلي ويجي يبوس يا لهوي على الرجل صعبه شويه، عايزه لها شهر عشان تتنضف بليفه ناعمه. يا ربنا بلاش الرجل. والله كان بيعمل كده. وقال لي انت بنت اصول وبنت ناس وعلى راسي، قال كل الكلام وبشهاده اهله. هو قال لك بنت اصول وبنت ناس؟ ايوه. ما جابش سيرتك في الموضوع؟ ايوه. لا انا بتكلم بجد. اي والله. يعني انا ابوس رجلك لانك بنت عم الحاج المحترم، لكن انت فين وعينيكي ووجودك وحضورك؟ معايا الايام اللي لا انت فين يا بونبونايه يا سكره يا حته جاتوه يا طبق القشطه؟ لا ما جابش سيرتك في الموضوع يا بنت؟ جاب والله، قال كل حاجه كويسه. ولا هو شافك وحشه ومعضعضه؟ لا. وبعضم كده وبتاع خاف منك؟ لا والله. فبعد يبوسك عشان اصلك الطيب وكده. ايوه. انت في الشهر ده عرفت تقريه انه سليم نفسيا؟ والله هو كان كويس وهادي وكل حاجه، بس من اول يوم جواز اهله بداوا يعكننوا علينا في البيت. اتصلوا بينا، ماشي انزل تعالى، ينزل يروح لهم يقعد. لا مش انت قلت امه كانت مزقططه بس ما بتعرفش زرغت؟ ايوه. لا امال اهله مين تاني يا بت؟ والدته برضه. والدته برضه اللي كانت مبسوطه؟ والدته ووالده بداوا بعد الجواز يتصلوا بيه. ليه؟ لا استني بس، ليه؟ كانوا طمعانين فيكوا في حاجه ولا لقوهاش؟ والله لقوا كل حاجه كويسه وكنا. لا لازم تجاوبي يا امي. ايه اللي حولهم يا حبيبتي؟ انا ابو العريس وجاي لك وانا مبسوط، ايه اللي يحولني؟ لا كوني ظلماني. والله ما عملنا حاجه. لا بالراحه بس، اصل ما فيش لا جن ولا عفاريت ولا دجل ولا اعمال. الواد ياثروا عليه ابوه وامه؟ حد من الجيران المعفنين؟ هو مريض نفسيا؟ ما فيش غيب ولا عفرطه ولا جنايه. لازم انت اللي تجاوبي، وهو لازم اوجه له كلمه، لان مصروفك لازم يوصلك حتى يوم انه يبوس على ايدك ويقول لك ورجعت اليك، وترد عليه وتقولي له. اتصلنا بيهم ما حدش بيرد، اتصلت بيه واخواتي اتصلوا بيه يقول لهم انا متضايق. متضايق؟ ما انا بقول سالتك، ما انا قلت لك اخبار نفسيه اهله ايه؟ لا الواد يكون مضطرب نفسيا وحد افتى اباه وامه بانه لما يتجوز هيتعدل، فاتجوز وما اتعدلش. هم كانوا خايفين، هم حسوا ان انا يعني هو اتعلق بيا وكده، فبقوا بيغيروا مني جدا ويتصلوا بينا. اصل ده تحليلك يا امي، لكن انا ما اقدرش اقول لك امين. يغيروا ليه؟ طب ما هو قال انا متضايق اهو. طيب ولما قالوا له متضايق ليه يا حبوكش قال ايه يا حبيبه قلبي؟ قال لهم عشان مش محسساني انها فرحانه انها جايالي. مش محسساني ايه؟ ان هي فرحانه انها جايالي مسافراني. طب تحسسيه ازاي؟ ده انا كنت بتنطط في التليفون واقول له كنت هقول لك اتنططي في التليفون. اديك اتنططي. اديك اتنططي. وهو ما شافش ان دي فرحه منك، يبقى عيان. يبقى كلام انا صح. هو كان عنده صراصير